بقول لك ايه، حاسس ان الانجليزي ممل ومش بتحبه؟ طب ما تيجي نلعب لعبه مع بعض ونمارس اللغه في نفس الوقت. دي لعبه اسمها The Rhyming Game. فكرتها ان بيكون في لاعبين او اكتر، حد فيهم بيبدا بكلمه بالانجليزي واللي بعده بيقول كلمه بتنتهي بنفس الصوت واللي بعده، وتفضل تلف لحد ما توصل لحد يغلط فيطلع بره. اهم حاجه في اللعبه في 3 قوانين. اول قانون ممنوع التكرار، ما ينفعش تقول كلمه حد قالها قبل كده. ثاني قانون ممنوع الكلمات الوهميه، يعني ما ينفعش تألف لي اي كلمه مش موجوده في الانجليزي اصلا، كده انت طلعت بره. ثالث قانون ما ينفعش تفكر في كلمه اكتر من 5 ثواني، قدامك 5 ثواني عشان تطلع كلمه بتنتهي بنفس الصوت. فمثلا لو انا بدات وقلت كات، اللي بعدي يقول بات، اللي بعده هات، سات، رات، لحد ما حد يغلط. طيب يلا نلعب مع بعض دلوقتي. انا هبدا بكلمه والمفروض انت تقول كلمه بتنتهي بنفس الصوت. لو انت وقفت وما لقيتش كلمه تبقى خسرت، لو لقيت تكمل، ولو انا في الكلمات بتاعتي قلت كلمه انت قلتها قبل كده يبقى انا الخسران. فيلا نلعب، وما تنساش تعرفني في الكومنتات مين كسب فينا. كايت، بايت، كوايت، رايت، فايت، نايت، وايت. ما تنساش تعمل فولو عشان نلعب مع بعض كتير الفترة الجاية، وقولي في الكومنتات انت اللي كسبت ولا انا.